لافيينا اللي بدأوا يستغلوا الركلات ثابته بشكل متميز، وادي الهدف اهو، ادي الهدف اهو، ادي الجول اهو، ادي الفرحه الاولى في المباراه والهدف الاول في اللقاء. يا عادل يا نور، ربنا ينور عليك، ربنا ينور عليك يا ابني. حلوه حلوه حلوه، 1-0 لصالح نادي لافيينا، والركلات الثابته بقت يعني ماده اساسيه للتهديف لنادي لافيينا في هذا الموسم. الملعب ومع المهندس عبد الله والاستاذ ديفيد. ادي موكا، ادي موكا، عدى موكا اهو، هيغير الدنيا. موكا لعب كرة حلوه لسكولز، والهدف الثاني اجمل من الموناليزا واعظم من سيمفونيات بيتهوفن. يا سلام عليك يا موكا، لعب تمريره حلوه وسكولز سجل الهدف الثاني. كنت بقول لحضراتكم انه قادر باذن الله انه يغير الدنيا، وفعلا موكا ده يا جماعه في حته ثانيه، موكا ده في حته ثانيه. اسيست رائع للاعب سكولز، والهدف الثاني لصالح نادي لافيينا في مباراه اليوم. 2 لافيينا لا شيء نادي كيما اسوان، لا شيء نادي كيما اسوان. انما ايه يا موكا اللي انت عامله ده؟ ايه يا موكا اللي انت عامله؟ توصل الكرة مرة تانية لقاسم، بيلعبها لهشام، هشام لسكولز وخطيرة، وموك وانفراد، وموك العرضية، هشام تعظيم سلام يا ولد يا هشام. البدلاء الذهبيين موكا وهشام، وهدف ثالث. والنهارده لافيينا تمام التمام، لافيينا تمام التمام. يا سلام، حلوه يا هشام. والهدف الثالث في مباراه اليوم لصالح نادي لافيينا بالثلاثه يا كيما، بالثلاثه. النهارده يوم جميل ويوم سعيد. وادي بقى هشام نيمار سجل الهدف الثالث في مباراه اليوم. مليون تحيه ليهم طبعا، دكتور عماد ودكتور شوقي. عبوده نزل، وادي على طول بيطلع غندور، وترجع الكره مره ثانيه لاوين، بيلعبها وانطلاقه حلوه. ادي عبوده اول لمسه، عبوده يا ولد يا عبوده، يلعبها عرضيه بقى. ادي موكا اهو، يستاهل. ودى الراجل الملاهي ده، ركبه الدنيا كلها ووداه اوضه الرعب. يا ولد يا لعيب يا موكا بتاع الملاهي، وسجل الهدف الثالث للافيينا في مباراه اليوم. يا ولد يا لعيب يا موكا، لعيب كبير ولعيب متميز، ويستاهل ان هو يسجل الهدف علشان الاسيستات والهدايا. وعبوده نزل اداله واحده، قال له ادي هديه يا موكا، وموكا ما بيرفضش الكلام ده، موكا بتاع الملاهي سجل الهدف الثالث او الرابع، سجل الهدف الرابع لنادي لافيينا. رباعيه للافيينا النهارده على كيما اسوان.